بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. اخبار نادي الزمالك. فريق الكرة هيواجه شرقية الدخان النهارده اليوم، شرقية الدخان بتوع اسكندرية وديا استعدادا للقاء المصري المقرر يوم 5 ابريل باذن الله تعالى باستاد برج العرب في الجولة الاولى الحاسمة في المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز. كل التوفيق لفريق الزمالك، كل التوفيق للاعيبة الزمالك، كل التوفيق للجهاز الفني لفريق نادي الزمالك. النهارده يمكن انضم محمد المهدي، دكتور محمد المهدي اخصائي تغذيه للجهاز الفني، وده قرار صائب. لازم يكون في اخصائي تغذيه، لازم نقلد يا جماعه الفرق الكبيره، الفرق اللي هي الاوروبيه، في اخصائي تغذيه، في اخصائي نفسي، اخصائي بدني، يعني يبقى جهاز فني متكامل، جهاز فني واداري متكامل، وده قرار كويس يعني. نخش بقى على موضوع الصفقات تاني يا جماعة. كلام ان الجهاز الفني او شؤون ادوار المدير الرياضي لنادي الزمالك قافل تماما موضوع المفاوضات مع لاعبين جدد. انت عندك مشكلة اللي هي مشكلة القيد. هنتكلم على احمد قادر في الصورة، احمد عبد القادر قندوسي في الصورة القندوسي، ولو مفيش قيد كان هيتم التفاوض معاهم والتوقيع كمان لنادي الزمالك، وربما يحصل على توقيعهم، ولكن هيبقى توقيع غير مكتمل مرتبط او مشروط بايه؟ مشروط بان انت تفك القيد الاول. لكن هناك رغبه من وكلاء اللاعبين او من اللاعبين نفسهم، احمد عبد القادر واحمد قندوسي، ان هو يجوا نادي الزمالك. مفيش اي مشكله خالص بالنسبه لهم، ولكن انت عندك مشكله الاول، هي مشكله فك القيد او ايقاف ازمه القيد. خلصت الاول. بالنسبه لموضوع طارق حامد، يعني تحرينا، سالنا، عرفنا ان عادي، صوره عاديه جدا ما بين طارق حامد وجون ادوارد. الناس قابلوا في جيم بيتدربوا واتصوروا مع بعضيهم، صوره اثارت الجدل، ولكن مفيش اي مفاوضات. واعتقد يعني وجهه نظر شخصيه ان من الصعب جدا ان طارق حامد يرجع الزمالك. طارق حامد بقاله فتره ما بي- مش في الملاعب، بيتدرب وكل حاجه ولكن مش في الملاعب يعني فتره. طارق حامد يمكن وصل سنه دلوقتي 34 او 35 سنه، فمستعب انه يرجع الزمالك تاني، خصوصا ان انت بتعمل عمليه زي ما بيقولوا بتنزل بالاعمار السنيه، الا اذا الجهاز الفني طلبه. مفيش اي مشاكل. ما هو زيه زي عبد الله السعيد. عبد الله السعيد سنه كبير، عبد الله السعيد اعتقد 39 سنه، وشيكابالا برضك معتزل هو كتير. يعني لو انت محتاجه، لو الجهاز الفني محتاجه، ولكن ده يتوقف على راي الجهاز الفني. الجهاز الفني عايزه ولا مش عايزه. ولكن ما حصلش اي مفاوضات، ما حصلش اي كلام، مقابله عادي في مكان رياضي او جيم يعني، فمفيش اي مشاكل خالص. لكن اللي بنستغرب له بقى آه، الهجوم اللي من المنافس عليك، الكتاب الالكترونيه، بيتكلموا ويقولوا طب هو مجلس اداره الزمالك جاب الفلوس منين بتاعت ال 500 ال 50 مليون جنيه بتاع مستعد اللعيبه؟ يا عم ما خليك في المشاكل اللي عندك. ده انت عندك مشاكل للركب، مشاكل للركب. ده انت في حرب ما بين تروب المدير الفني وما بين مجلس الإدارة، عند تطفيش. يحاولوا ان هم ان الراجل، ان يجبروا الراجل ان هو يمشي، يستقيل. انت خليك في اللي عندك يعني، خليك في مشاكلك، خليك في البلاوي اللي عندك الاول يعني. عايز اقول برضك ان يعني اخر حاجه، ان في قرار صائب جدا من مجلس الاداره، انه خد بيان، طلع بيان فورا او قدم شكوى ضد لاعب الاتحاد السكندري اللي خرج على النص، يعني بقله ادب يعني زي ما بيقولوا يعني. فكويس ان المجلس كده يتحرك سريعا. يمكن النهارده اللعيب ده نزل على الستوري بتاعه اعتذار لجماهير الزمالك والنادي الزمالك. شوف كويس كده ان المجلس اتحرك، حاجه كويسه، نقول اهلا وسهلا، كويس تمام، نشيد. وطبعا خساره السله امبارح، انا شايف ان الفرقه مش يعني خسرت بس يعني مش وحشين، ممكن يتبني عليهم كتير يعني. كل التوفيق دايما للزمالك. شكرا.